أنت الذي من نورك البدر اتسع، والشمس مشرقة بنور ذهاك، والشمس مشرقة بنور ذهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت، بك قد سمت وتزينت، بك قد سمت وتزينت لسراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا احلى متابعين، عاملين ايه؟ ربنا يجعل الشهر دوت علينا كلنا وعلى الامه الاسلاميه شهر الخير والرضا والبركه والسعاده ان شاء الله. في الفيديو دوت هقول لكم بعض النصائح لترتيب الشقه وتنظيف النيش. هننظف النيش من اوله لاخره، وقال لكم على نصائح مهمه جدا تستعملوها عشان يفضل بيتكم نضيف وزي الفل على طول السنه، متتعبوش فيه كمان ومتتعبوش في الترويق وما ياخدش منكم وقت كتير. طبعا النيش يفضل ان انت تنضفيه كل سنه، يعني كل سنه تنضفيه. في ناس بتحب تعمل التنظيفه ديت قبل رمضان، في ناس بتحب تعملها قبل العيد الصغير يعني في رمضان نفسه. انا دلوقتي التنظيفه ديت بحب اعملها على حسب الوقت اللي انا فاضيه فيه، يعني مش لازم التنظيف يا جماعه يكون في رمضان، مش لازم يكون قبل العيد الصغير. ليه ما تنضفيش شقتك يعني في الوقت اللي انت فاضيه فيه؟ في اجازه الصيف مثلا تنضفي الشقه كلها زي الفل، لما يدخل عليك رمضان يكون في تنظيفه خفيفه، يدخل عليك العيد يكون في حاجات جديده كده تفرشيها في العيد. يعني في العيد تعودي دايما ان انت لو انت عروسه دلوقتي ومثلا عندك كل حاجتك جديده، لا ما تستخدميش كل حاجتك مره واحده، مثلا خلي فيه كام طقم ملايات جداد خليهم كده للمناسبات، تفرشيهم. كام طقم فوط برضو في المناسبات تطلعي فوطه جديده تحسي ان انت اشتريتي حاجه جديده. لبسك برضو مش كله مره واحده تلبسيه، لا خلي فيه حاجات جديده من حاجتك. ومثلا كل سنه طلعي طقم جديد، بدل ما تشتري طقم جديد لا الطقم ده انا ما استعملتوش اطلعه ايه في العيد دوت، هطلعه مثلا في المناسبه ديت، هطلعه مثلا في عيد الميلاد. فما تستخدميش حاجتك اول حاجه كلها مره واحده. تاني حاجة مش لازم التنظيفة يكون قبل رمضان او قبل العيد. لو انت بتحبي تنظفي قوي ممكن تعملي التنظيفة قبل رمضان، بس مش لازم كله مرة واحدة. يعني لو انت مثلا موظفة وبتاخدي اجازة في الصيف او بتاخدي اجازه ايام معينه، ممكن تبداي تروقي فيها حاجه. مثلا ممكن ولما تيجي تروقي من جوه لبره. يعني مثلا هنروق اوضه النوم، هنروق الدولاب الاول ونطبق الهدوم فيه ونرتبها، والهدوم الصغيره مثلا نوزعها، الهدوم اللي احنا مش محتاجينها نديها لحد، الهدوم الدبلانه او دايبه ممكن نستخدمها للتنظيف. لقطعه المطبخ نحولها لقطعه مطبخ نمسح بيها لتنظيف وللتلميع. بعد كده تنضفي الاول الدولاب، بعد كده تنضفي بقى الايه، تزعفي، تنضفي المراوح، تروقي السرير، تنضفي لو انت السرير عندك فيه خزانه تنضفي تحت السرير. اخر حاجه بقى تلمعي المرايات وتروقي الاوضه وتمسحيها كويس وتفرشيها. كده الاوضه تفضل معاكي فتره طويله جدا ما تتبهدلش، لان انت نضفتيها من جوه لبره. غير لما انت تنضفيها من على الوش ويبقى الدولاب متبهدل تفتحيه حاجات تقع، تفتحي الادراج تلاقي احلى الادراج مش نضيفة، لا تروقي من جوه لبره. كذلك برضو اوضه الاطفال. بالنسبه بقى للمطبخ بقى هننضف كل يوم حاجه، يعني تقسمي المطبخ عليكي. انا هنا بوريكم الفرق بين طقم الكاسات اللي انا نضفته واللي ما نضفتوش. انا دلوقتي بنضف النيش، ما نضفوش على يوم واحد على فكره، بنضفه مثلا ممكن على 3 ايام. ده فعلا حصل، انا نضفت النيش على 3 ايام، لانه ما شاء الله فيه ازاز كتير.
وعندي اولادي طبعا ما اقدرش اسيطر عليهم، فممكن اخليهم ساعه ساكتين او ساعه يلعبوا في حاجه، لكن اني اخليهم 4 ساعات او 5 ساعات ساكتين لغايه ما انضف النيش كله فصعب جدا. فباخد الاول رف انضفه، يعني اطلع كل الطقم الاطقم اللي فيه، الكاسات وكل الحاجات اللي فيه، واجيب ميه فيها صابون وطبق تاني فاضي وبغسل وانا واقفه كده اهوت، لاني طبعا مش هفضل رايحه جايه على الحوض بتاع المطبخ، لا انا بنضف وانا واقفه قدامي كده. ولو انت ست كبيره او مش قادره تنضفي وانت واقفه، ممكن تنضفي وانت قاعده، يعني تحطي الحاجات قدامك وتنضفي وحد يساعدك. ده بالنسبه لتنظيف النيش. انا كده هبتدي كل حاجه بلمعها بغسلها الاول بالصابون، وبعد كده اشطفها بالميه، وبعد كده اسيبها تتصفى. ولو حسيت ان الحاجه ما اتصفتش كويس وعايزه ارجعها، ممكن امسحها باي فوطه مبلوله. وبعد كده بفضي الضرفه الاولى في النيش، هوريها لكم دلوقتي كلها تراب اهيت. بلمع الازاز من جوه ومن بره بجلانس وبالجنان. وبعد كده لما الحاجه تنشف خالص ابتدي ارجعها. تاني يوم باخد الضرفه اللي جنبيها، تالت يوم باخد الضرفه اللي بعدها، وبروق الادرجه بتاعه النيش لغايه ما النيش بتاعي يخلص. وفي الاخر بلمعه من بره خالص، وبحط فيه كده اي ريحه بخور او مسك وبحطها فيه، يبقى النيش عندك زي الفل. اوريكم شكله في الاخر عامل ازاي. بس انا قعدت 3 ايام انضف فيه، لانه ما شاء الله ولا قوه الا بالله في كميه ازاز كتير. وعشان كمان الاولاد عندي بيقعدوا يتنططوا ويلعبوا في الحاجات بتاعته، فكنت خايفه اي حاجه تتكسر. وعندي عاده من العادات اللي انا بحب اعملها جدا في النيش بتاعي، ان انا كل ما اجي انضفه لازم ازود فيه طقم جديد. يعني كل ما اجي انضفه بكون مشتريه طقم، ان شاء الله طقم كوبايات او طقم خشاف واحطه فيه. ببقى مبسوطه جدا. فالحمد لله، عشان كده بقول لكم ما شاء الله ولا قوه الا بالله، الله اكبر، يعني ما يحسد المال لاصحابه. يعني بحب كل سنه انضفه واحط فيه حاجه جديده، لازم احط فيه حاجه جديده. دي طقوس يعني عندي. ابتديت كده ارجع الاطباق، وكمان الاطباق حسيت ان هي ما نشفتش فنشفتها في فوطه. بحط الحاجات التقيله من تحت، عشان طبعا اللي تحت دوت رف خشب، وبحط الحاجات الخفيفه من فوق. ولو انت عندك رف ازاز ما تقليش عليه، يعني الارفف الازاز اللي فوق انا بحط عليها الكاسات، لكن الاطباق والحاجات التقيله بحطها على الخشب من تحت. وبفرش اي حاجه طبعا مشمع انا خدته وغسلته عقبال ما خلصت تنظيف الاطباق. تنظيف الكاسات كان المشمع بتاع او المفرش بتاع النيش نشف. هبتدي كده قلت ارصص النيش كله مره واحده، وبعد كده ارجع التحف فيه بقى، وارجع التحف الصغيره دي هرجعها في الاخر خالص. تمام. تعالوا نرجع بقى للموضوع المطبخ اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ازاي تنضفي المطبخ بتاعك. طبعا المطبخ كل حاجه فيه بتنضفيها من الالف للياء. ممكن تعمليه على 5 ايام مفيش مشكله. يعني في يوم هتمسكي مثلا البوتاجاز وتنضفيه، في يوم هتنضفي المطبخ من جوه لبره، يعني تنضفي تفضي الادراج وتنضفيها وتفرشي فيها مشمع، تفضي المواعين وتغسليها وتنضفيها، في يوم تغسلي المطبقيه، في يوم تلمعي تنضفي الكاتل والموزع بتاع المعالق والموزع بتاع الاطباق وطقم التوابل. يعني انت تقسمي نفسك كده، في يوم تلمعي السيراميك بتاع المطبخ كله من فوق لتحت. كده ميبقاش فاضل معانا حاجه. لو في بقى اي حاجه ناقصه في المطبخ، تنضفي الخزين بتاع البصل، تنضفي الخزين بتاع الرز والمكرونه والسكر. تجيبي علب جديده تحطي فيها التوابل، تجيبي علب جديده ربنا يرزقك من واسع ان شاء الله، ومن حيث لا تحتسبي تحطي فيها الرز والمكرونات. نشتري حاجات بسيطة، مش لازم تشتري الحاجات مرة واحدة. يعني ممكن لو نزلت السوق المرة دي تشتري علبة، المرة بعدها تشتري علبة، هكذا. وكده يبقى المطبخ بتاعك خلص. يعني تنضفي الحاجة كل يوم، خدي حاجة معينة زي النيش كده هوت. يعني في وقت اكون انا فاضية فيه، يعني بتسلى بمعنى اصح، مش لازم تروي وشايله هم النيش وشايله هم السجاده هغسلها وشايله هم معرفش ايه، لا. انت مثلا نظمي نفسك. لو انت بتشتغلي مثلا، شوفي الشغل وراكي وتعالي اعملي اكل بيتك، ريحي ساعه وقومي اعملي نضفي حاجه في البيت. لو انت ما بتشتغليش وقاعده في البيت، ممكن تصحي الصبح تنضفي الحاجه بتاعتك وتبقي خلاص خلصتي من الهم بتاعها. نظمي وقت من وقتك، جزء منه لاولادك، جزء منه لزوجك تقعدي معاه تهتمي بيه، جزء منه لنفسك تقعدي مع نفسك تهتمي بنظافتك الشخصيه، تخلي نفسك كده هو نضيفه على طول. تهتمي بنفسك انت بالتغذيه بتاعتها الصحيه، بخدي فيتامينات كالسيوم حديد، كلي اكل صحي. حاجات كتير احنا غافلين عنها، حاجات كتير احنا اللي بنقصر مع نفسنا، احنا اللي الكسل والجهل
وعدم تنظيم الوقت وعدم تنظيم المجهود بتاعك تطلعيه في ايه. يعني مودينا في داهية بصراحة. فانت المفروض تنظمي الاكل، ننظم الاكل بتاعنا، ما ناكلش اي حاجه. والاكل الصحي يا جماعه مش مكلف خالص، الاكل الصحي بالعكس هو عايز تنظيم مش اكتر. يعني كده كده احنا بنعمل طبيخ وبنعمل اكل. فمثلا انت بتطبخي فراخ والعيله كلها هتاكل منها، فده يعتبر اكل صحي. بس هتاكليه ازاي بقى؟ الاول حاجه لما تيجي تقعدي على الاكل بتشربي الشوربه، يعني تشربي الشوربه بتاعه الفراخ. تاني حاجه يكون في طبق سلطه، طبعا كلنا بنعمل السلطه جنب الاكل. هتاكلي بعد كده حبه رز جنب مثلا فرخه، حته فرخه صغيره مش لازم كبيره. جنب الطبيخ حبة رز صغيرين وطبق سلطة كده، خدتي النشويات وخدتي الخضروات وخدتي البروتين من الفراخ، كده أكل صحي تمام. بس أهم حاجة الأول تشربي الشوربة وبعد كده تاكلي السلطة. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آخر حاجة تاخديها اللي هو الرز والبروتين، يعني تاخدي القيمة الأول الغذائية وبعد كده تكملي بقية الوجبة. هنا بوريكم شكل الجزء التاني بقى، ده تاني يوم معاكم. طلعت الجزء التاني ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ونضفته كده بالشكل دوت، وجبت الجلانس واللي مكنتش عارفه اصور والجرنان، وقعدت نضفت الفرع اللي فوق. انا بنضف رف رف عشان ما فيش اي حاجه لا قدر الله تتكسر منك، ويستحسن ما يكونش حواليكي اطفال. معلش بقى انا عندي دور برد، عشان ما يبهدلوش معاكي الدنيا، ما يكسروش حاجه، ما يوقعوش اي حاجه. هبتدي ارجع كل الحاجات كده، يعني الرف اللي فوق كده انا نضفته، لكن الرف اللي تحت لسه هبتدي اطلعه. فقلت عشان ما ازحمش الدنيا حواليا او حاجات ممكن تتكسر مني، لا ننظم نفسنا كده. دخلت الرف اللي انا خلصته ونشفته ونضفت المرايه مكانه، وهبتدي بعد كده ارصصه، وبعد كده ارجع اعمل الرف اللي تحته. طبعا لو ممكن اغير مكان حاجة، ممكن اخلي الطقم الصيني تحت خالص لان هو تقيل طبعا عن طقم الكاسات، وخليت طقم الشوفان فوق خالص، لان الشوفان اطقمة الشوفان والرز بلبن ما بتكونش يعني ما بتكونش شيك قوي. فخليت الحاجات اللي مش شيك قوي في الرف اللي فوق خالص مش باينه طبعا. وخليت طقم الكاسات اللي هو احلى اطقم الكاسات لما جمعتها كلها في الرف اللي في النص، وخليت طقم الصيني تحت، والاطباق طبعا والبايركس والحاجات التقيله هخليها تحت خالص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكمان لما تيجي برضو تنضفي ترصصي الحاجه في النيش، خلي مثلا الاطقم اللي فيها ذهبي لوحديها، والاطقم اللي فيها مثلا رمادي لوحديها، الالوان يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا قايمه من النوم النهارده عندي دور برد، الفيديو لازم يتمنتج وانزله، فاسفه جدا لو في قحه في صوتي، في تغيير في صوتي مش واضح، فاسفه جدا جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فالقطقم اللي لونها ذهبي او جلد بحطها مع بعض كده، ممكن نكسر اللون في النص اي لون تاني، واللي لونها مثلا الوان تانية ممكن احطها مع بعضيها. يعني حاولي تخلي كل مجموعه او كل طقم جنب بعضه بطريقه مختلفه. ده طقم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النيش بتاعي، وطقم الخشاف اللي هو قدامكم دوت الصيني، وطقم كمان فناجيل وقهوه، وطقم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طقم تأديب الصواني دوت. بدأت كده اطلع الصيني معاكم كده، والازايز والاطباق ولا ايه، وخلصت كله كده. خلصت ده طقم التوزيع بتاعي. طقم المعالق شيك جدا، كان جايلي هديه من بره، قلت اطلعه كده، وممكن لما الاولاد يكبروا شويه هستخدمه معاكم ان شاء الله. بس انا مستنيه الاولاد يكبروا شويه، لان طبعا الاولاد وهم صغيرين بيكسروا اي حاجه وبيبهدلوا اي حاجه، وكمان ما بيكونوش عارفين قيمه الحاجه. لكن لما يكبروا كده ان شاء الله واشوفهم شباب وعرايس ان شاء الله، ربنا يبارك لي فيهم، واشوفهم يا رب رجاله قد الدنيا. انا معايا 3 اولاد وبنت واحده، يرزقني برهم واشوفهم كده احسن ناس في الدنيا، ويبعد عنهم العين والحسد وولاد الحرام. الاولاد في فتره المراهقه لازم احنا نصاحبهم، لازم نبقى قريبين منهم، لازم تعوديهم يجوا يحكولك كل حاجه. يعني لو جم حكولك على حاجه غلط ما تضربهمش ما تزعلهمش، صاحبيهم. والبنت برضو دلعيها ويعلميها الحرام والحلال والصح والغلط، برضو خليها تيجي تقولك سرها.
دلعيها في البيت، قولي لها كلام حلو عشان ما تسمعش الكلام الحلو من بره. قولي لها يا حبيبتي انت نور عيني، قولي لها يا عسل يا جميله. وعلميها تهتم بنفسها، بنظافتها الشخصيه. خليها كده يوم اجازتها اقعدوا، ما فيش مشكله ان انتوا قاعدين في البيت تحطوا مكياج، تحطوا برفانات، تلبسوا لبس حلو وانتوا قاعدين في البيت مع اصحابها، ماشي في البيت برضو. لكن بره البيت لا، عرفيها اللبس المحتشم، اللبس الواسع الفضفاض. عرفيها ان امك او باباك هم سرك، ما تقوليش سرك لاصحابك مهما كانوا. حاجات كتير قوي في التربيه المفروض الواحد يتعلمها. ومفروض الانسان قبل ما يخلف او يتجوز يكون هو نفسه متربي تربية إسلامية سوية، يكون هو نفسه إنسان سوي، ما يكونش عنده مشاكل ولا عقد نفسية عشان يعرف يربي طفل. عارفين يعني ايه تربي طفل هو مسؤول منك؟ عارفين يعني ايه طفل يجيلك صفحة بيضة انت اللي المفروضة تعلميه كل حاجة؟ الطفل يا جماعة بيتولد صفحة بيضة، انت اللي المفروض تعلميه كل حاجة، تنشئي فيه كل حاجة. دي حاجات صعبة ومش سهلة على فكرة. فطبعا ما ينفعش انسان غير سوي عنده مشاكل نفسية يطلع انسان سوي، لا هيطلعه برضو عنده مشاكل نفسية، هيطلع العقد والكلاكيع اللي فيه في الشخصية دي. فربنا يا رب يقوينا على نفسنا قبل اي حاجة، يقوينا على تربية اولادنا، يقوينا على تربية بناتنا. يرزقنا الطاعة والرضا والبركة والحب والقرب واللذة القرب لربنا. حلوة جدا جدا جدا. ابتديت بقى ارصص معاكم كده الطقم الصيني من تحت، وكمان رصصت الطقم اللي فوق. لو انتوا خدتوا بالكم كسرته بلون ايه احمر. بعد كده فاضل معايا اخر رف عملته اليوم اللي بعده، اللي هو رف اللي هو فيه حاجات بتاعه المطبخ. قلت المطبخ هروقه شويه عشان ما يكونش في المطبخ زحمه وعندي ضرفة ناقصة، يعني ضرفة زيادة في النيش. لا، قلت اخلي اخر ضرفة في النيش احط فيها الحاجات اللي عندي مش بستخدمها في المطبخ. فنقلت كل كوبايات الشرب والحاجات اللي انا مش بستخدمها في المطبخ، نقلتها للرف الاخير في النيش. تعالوا بقى نشوف النيش كده بعد ما خلصناه. ده الرف اللي بقول لكم عليه. انا حطيت طقم جلد من هنا وطقم جلد من هنا، وكسرته في النص بحاجة لونها احمر وفيها جلد برضه. وحطيت بقى ابتدي كده كل اللعب اللي عندي والحاجات اللي عندي اوزعها كده على النيش وكل التحف. اكتبوا لي في التعليق لو انتوا لسه بتتفرجوا على الفيديو لغايه دلوقتي. في ناس بيقولوا اللعب ديت اللي انا حطيتها فيها عين، يعني اللعب دي فيها عين بيتجسد فيها الشيطان، انا ما سمعت يعني. فغلط احطها في النيش، احوشها ومثلا احطها في درج مقفول، ولا عادي خليها في النيش كده؟ يعني اكتبولي في التعليقات التحف اللي فيها عين ديت حلوه ولا لا. والتمثال فيه عين، وكل التحف اللي انا حطاها فيها عيون. يعني كام عين بتبص علينا؟ بيقول الله اكبر، يعني هي بيتجسد فيها الشيطان وبيتفرج علينا. فقولوا لي يعني خليها ولا ما خليهاش؟ تمام، اكتبولي في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيستحب يحط الصور ولا صور حيوانات ولا صور بني ادمين، يعني بيقول يتجسد فيها الشيطان. والله اعلم. دي جزمة معمولة من فخار، قلت احطها تحفة فنية كده بصراحة، لان لو سبتها لاولادي هيكسروها، فخليها في اي حاجة عزيزة عليا بحطها في النيش. حتى كان في صور لاولادي ايام الحضانة بتاعتهم، حطها برضو في النيش كتحفة يعني وذكرى من ايام ما كان هما لسه في KG 1 و KG 2. ابتديت بقى كل حاجات كده رجعتها تاني في النيش، وكل الحاجات ما شاء الله كل التحف فيها عين 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 من كتر كفاية عيون الناس اللي حوالينا. فرجعت كل التحف كده واديله شكل النيش في الاخر عامل ازاي. قعدت 3 ايام انضف فيه، بس مش صراحة ما شاء الله ولا قوة الا بالله. بعدي من قدامه كده افتحه واتفرج عليه واقول ما شاء الله وارجع اقفله تاني. احط البخور في الاخر او اي معطر. اهي الصور بتاعت اولادي اللي بقول لكم عليها، كانوا في مدرسة خاصة. طبعا مع الغلا الأسعار والمعيشة والحياة نقلتهم مدرسة حكومة. بعد كده ايه، اللهم صل وسلم وبارك على محمد. هحطه معطر في النيش، تيجي تفتحيه تطلعي اي طقم كده تشمي ريحة حلوة تعرفي ان انت ست بيت شاطرة ما شاء الله ولا قوة الا بالله. طبعا بكون فرحانة جدا بعد ما ببذل مجهود في حاجتي وانضفها وارجعها لوكس كده زي ما انتم شايفين. بكون مبسوطة طبعا لان انا ايه ربنا بيجازيني على قد تعبي. بعد ما بخلص النيش خالص كل دوت انا لسه ما عملتش الازاز الخارجي. الازاز دوت انا عملتها تاني يوم الصبح يعني.
قلت ايه لو انا تعبت وجبت اخر وفصلت خلاص، ده الطقم المكان اللي بقول لكم عليه بحط فيه كل الحاجات اللي انا مش لاقيه لها مكان في المطبخ. يعني طقم اللي قدامكم دوت مش لاقيه له مكان فحطيته هنا. كده الفيديو خلص معاكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه.